ملي طلبت منكم تصيفطوا لي القصص الغريبه والمرعبه اللي عشتوها، كنت كنتوقع قصص عاديه، ولكن راه داكشي اللي وصلني مرعب لدرجه انني كنت كنقرا القصه ونعاودها شحال من مره باش نحاول نلقى فيها شي خطا ونكذبها. اليوم عندي لكم 7 ديال القصص، وكل قصه راه عام اللي سبقاتها. ولكن قبل ما نبداو تنساوش تخليو معاكم شي ابوني، تلايكوا الفيديو وتبارطاجيوه مع صحابكم، وبهذا الشيء كتكون دعمتي هذا المحتوى باش يستمر. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم، قولوا بسم الله على بركه الله ويلا نبداو. كتقول مولات القصة بلي هادشي بدا معاها فاش كان في عمرها 9 سنين. قبل سنوات كانت هي وعائلتها يلاه انتقلوا باش يسكنوا في واحد المنطقة جديدة. ديك المنطقة كانت يلاه كتبنى وكانوا فيها غير جوج ديال الديور، الدار ديالهم وواحد الدار اخرى قريبة ليهم. ومع الوقت بدات ديك البلاصة كتبنى وكتعمر بالسكان. كتقول مولات القصة انها من النهار الاول ديالها في داك الدار وهادشي كيطرى معاها ومازال مستمر حتى ليومنا هذا. في الليلة الأولى كانت ناعسة في أمان الله حتى ناضت وهي كتغوت ومخلوعة. كانت كتقول لوالديها بلي معاهم في الدار واحد المراه كتخلع، وداك المراه كتجري وراها وباغا تشدها. المهم قالت هادشي لوالديها ورجعت نعسات عادي. وفي الصباح فاش عاودوا ليها والديها على هادشي قالت لهم انا اصلا ما عقلاش على راسي فقت في الليل، انا ما عاقله على والو. ولكن هادشي غيولي كيطرى معاها كل ليله. كل ليله كتفيق كتغوت وكتقول بلي داك المراه تابعاها. والمشكله هي انها ما كتعقل على حتى حاجه من هادشي. هنا والديها طاحت عليهم واحد الفكره ذكيه، قرروا انهم يصوروها وهي ناعسه باش في الصباح يوريوها داكشي اللي كدير. وفعلا داكشي اللي كان. السيده فاش شافت الفيديو تصدمات، قالت راسها كتغوت بواحد الطريقه هستيريه، كانت مخلوعه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، بحال فعلا خايفه من شي حاجه. هاد الوضع فعلا بدا كيديرونجي العائله، ولكن ما كان عندهم ما يديروا. هادشي تقريبا ولا كيوقع بشكل يومي. كل ليله كتفيق مخلوعه من داك المراه اللي كتهجم عليها. ولكن السؤال اللي بقى مديرونجي داك العائله هو شكون هي داك المراه وعلاش بالضبط عزلات داك البنت. ومن بعد سنوات وبشكل مفاجئ داك المراه اختفات، ولات غير ذكرى كيجبدوها مره مره في الهضره. وبقات القضيه فحال هكا حتى غيجي واحد النهار. كتقول مولات القصه بلي كانت متكيه في فراشها، ما هي فايقه ما هي ناعسه 100%. مهمه بين وبين كانت على هذا الحال حتى فجاه غتشوف واحد المراه دخلت عليها للبيت. وداك المراه ما كانتش مراه عاديه. الوجه ديالها كان مشوه وكيخلع، تقريبا ما كانش عندها الشعر، من غير شي زغبات قلال. كانت قصيره بزاف وفي نفس الوقت ضعيفه. اما الوجه ديالها فكان صفر وكان عامر بلا طراس ديال الحروق. داك المراه بدات كتجري جاتها، ولكن ما كانتش كتجري بحال بنادم، كانت كتجري على يديها ورجليها بحال الحيوانات. كتقول ما حسيتش حتى لقيت الوجه ديالها قدام، وكنت كنحس بالانفاس ديالها. عارفه غيجيكم هذا الشيء بحال شي فيلم ديال الرعب، ولكن ثيقوا بيا هاد القصه راها واقعيه. في داك اللحظه بديت كنبكي وكنغوت، حتى جاو لعندي والديا وبداو كيهدنوا فيا. عاودت لهم هادشي اللي طرا معايا وقلت لهم بلي يمكن داك المراه هي اللي كنت كنشوفها شحال هادي في الاحلام ديالي، غير هو من قبل كنت غير كنحلم بيها، اما دابا وليت كنشوفها في الواقع. كتقول مولات القصه اليوم عندي 19 عام، يعني تقريبا شي 10 سنين وانا كنشوف داك المراه. شي مرات كنحلم بها وشي مرات اخرين كنشوفها في الواقع. يا اما كتكون كتراقبني من البعيد، واما كنسمع التحركات ديالها في الدار فاش كنكون بوحدي. والى حدود الساعه مازال ما عرفتش شكون هي داك المراه وعلاش كتهجم عليا. واش عندها شي علاقه بهاد الارض اللي تبنت فوقها دارنا؟ واش وقع شي حادث هنا شحال هادي وتكون داك المراه طرات معها شي حاجه تحرقات مثلا في هاد المنطقه؟ خصوصا كيف قلت لكم حنا الاول اللي سكننا في هاد الارض. القصه مازال ما سالات والرعب ما حبسش انا. كتقول مولات القصه باللي داك المراه مره كتهجم عليها في الاحلام ديالها، مره كتشدها من يديها، مره كتدفعها، ومره كتضربها. والغريب في الامر هو انها فاش كتفيق كتلقى الاطراس ديال الضرب يا اما في يديها او في رجليها، المهم في البلاصه اللي ضرباتها فيها داك المراه في الحلم. هاد القصه فعلا كتخلع. قولوا لي شنو الراي ديالكم، شكون غتكون داك المراه وعلاش بالضبط كتهجم على داك البنت؟ انا الصراحه عييت ما نفكر ولكن ما لقيتش الجواب. كتقول مولات القصه انا سميتي ايمان، وهاد القصه ما طراتش معايا، طرات مع جدي. تقدر تجيكم قصه اللي بسيطه وعاديه، ولكن راها كانت من اصعب الحوايج اللي دوز جدي في حياته واللي عمره غيقدر ينساها. جدي حتى هو عايش في الباديه، ما كاين لاش نذكروا البلاصه بالضبط، وخا الصراحه مولات القصه راه عطاتني المعلومات كامله وعطاتني حتى التصاور ديال داك البلاصه اللي طرات فيها هاد القصه. المهم اللي نقدر نقول لكم هو ان هاد البلاصه جات قريبه للواد ديال ابي رقراق. جدي ساكن وسط الجبل تقريبا فوق القمه، في واحد البلاصه اللي خايبه بزاف، حيت الا زدتي غير شويه لقدام وما رديتيش البال تقدر تطيح مباشره في الواد وتغرق.
جدي معروف بانه واحد الانسان اللي قاصح بزاف، كبر ولادو على تماره وعلى ما كايناش شي حاجه سميتها الخوف، وما كانش عنده الفرق ما بين الولاد والبنات، كلشي خصو يضرب تماره. كانوا كيرعاو الغنم والبقر حتى في الليل، وحتى الصيد في الليل كان بالنسبه ليه واحد الحاجه اللي عاديه. ولكن واحد النهار جدي غيعيش جوج ديال التجارب اللي غيأكدوا ليه بلي في هاد الدنيا كاينين شي حوايج صعيب باش تلقى ليهم تفسير. جدي كان كيعشق الصيد وخصوصا في الليل، حيت كلشي كيكون ناعس وحتى الحيوانات كيكونوا ضعاف وكيكون ساهل باش تصيدهم. في واحد الليله جدي كيف العاده كان هز السلاح ديالو وكيدور حدا الواد غير على الضو ديال الكاميرا، وفجاه بانت ليه واحد القنيه كتمشي قدامه بين الشجر ديال الواد. جدي جبد السلاح ديالو ويلاه بغى يتيري فيها، حتى فجاه داك البلاصه اللي كانت فيها داك القنيه شاف فيها خالي اللي هو ولدو، بحال الا داك القنيه تسيفات في الجسد ديال خالي. جدي في داك اللحظه ما عرفش راسو باش تبلى، تخلع بزاف، بدا كيهضر مع خالي وكيسولو شنو جابك لهنا، ولكن خالي بقى غير كيشوف فيه وساكت. جدي هنا ما بقاش عارف شنو خصو يدير، واش يهرب، واش يبقى، واش يتيري في داكشي. في التالي شد السلاح ديالو وبدا رجع فحالو للدار. في واحد اللحظه دار باش يشوف في داكشي، وهنا غادي يلقى بلي خالي اختفى، كاينه غير داك القنيه في بلاصتو. تماك عرف جدي بلي داكشي ما كان لا قنيه ولا خالي، داكشي كان شي حاجه مختلفه. وفاش غادي يرجع جدي للدار غادي يلقى خالي باقي ناعس في بلاصتو ما تحركش. ولدابا من بعد سنين مازال جدي كيسول راسو شنو كان ممكن يوقع كون خرج داك القرطاسه. وجدي دابا واخا كبير في السن، عنده تقريبا 90 عام، مازال كيجمعنا حداه وكيبقى يعاود لينا هاد القصه. بصح جدي ولا كينسى بزاف ديال الحوايج، ولكن العقل ديالو عمرو نسى هاد التجربه ولا حتى هاد التجربه الثانيه اللي غنعاود ليكم. كان عند جدي واحد صاحبو اللي عزيز عليه بزاف، كانوا ديما خدامين مع بعضهم سواء في الفلاحه اولا في السقي. كانوا كيحفروا العيون باش يسقيو بها ويعاونوا بها الاراضي الزراعيه. في واحد النهار قرر جدي هو وهاد صاحبو انهم يعاودوا يحفروا واحد العين كانت وسط الشجر ديال الغابه باش يستافدوا من الماء ديالها في الشرب والسقي. المهم طلعوا لذاك العين وبداو خدامين كيحفروا حتى قرب المغرب، واخا بداو كيعياو قالوا كملوها عاد نهبطوا بحالنا راه ما بقى لينا والو. المهم كملوا في الخدمه، وواحد اللقطه جلسوا باش يرتاحوا شويه، حتى فجاه بان ليهم واحد الدري صغير دايز من قدام. وداك الدري كان عريان ما لابس حتى حاجه، كان تقريبا في عمرو شي 5 سنين. جدي الله بغى يهضر مع صاحبه باش يسولو واش حتى انت كتشوف هادشي اللي كنشوف، وهو يسكتو. صاحبه دار ليه اشاره بيدو باش يسكت. داك الدري بقى غادي حتى وصل لواحد الشجره وتماك تبخر اختفى بحال عمره ما كان. كيقول جدي بلي داك اللحظه طلعت معاه واحد التبوريشه في الجسم ديالو كامل، ما قدرش يزيد تماك حتى دقيقه، رجع مباشره فحالو للدار. اما داك صاحبو فتعطل تما شويه عاد مشى. ومن داك النهار صاحب جدي غادي يمرض واحد المرضى اللي خايبه بزاف، بقى مريض تقريبا شي شهر حتى مول الامانه غيدي امانته. جدي مقتنع بلي صاحبو مرض بسبب داكشي اللي شافو هذاك الليله، وكيقول يمكن طرا معاه شي بلان فاش بقى تماك بوحدو. كتقول منات القصه بلي بزاف ديال الناس كيتشكاو من داك العين، وكيقولوا بلي راها مسكونه، ماشي العين بالضبط ولكن واحد الشجره جات حداها. وكاين حتى واحد السيد اخر كان باغي ينقي داك العين ويصلحها، بقى خدام تماك حتى طاح ليه الظلام. ومن بعد ما رجع لدارو قالت مراتو بلي تبدل عليها بزاف، والحاله ديالو بدات كتسوء نهار على نهار، حتى غادي يمرض بواحد المرض اللي ما معروفش. ومن بعد مده حتى هو غادي يموت. واش حتى هو شاف شي حاجه تماك؟ الله اعلم. فهاد الدوار كاينه واحد البلاصه اللي حتى واحد ما كيزعم يقرب ليها، والسبب هو داكشي اللي غيلقاه واحد الدري صغير فيها. سميتي ما عندها باش تنفعكم، اللي نقدر نقول لكم هو انني ساكن في واحد الدوار صغير وبسيط تقريبا نفس النهار كيتعاود، ما كاينش الجديد. ولكن غطرا واحد الحاجه اللي غتهرس هذا الروتين. هادشي تقريبا وقع هادي شي 12 عام. كان كاين واحد الدري اللي سميتو حسام، وكان في عمره 6 سنين. كان واحد الولد اللي مؤدب وظريف بزاف، وكان متعلق بالام ديالو فيما مشات كيتبعها. المهم في واحد الليله مع الفجر فاقت الوالده ديالو من الناس، وفاش مشات باش تشوف عليه لقات البلاصه ديالو خاويه، قلبات عليه الدار كامله. وفاش ما لقاتوش خرجت للزنقه وهي كتغوت وكتعيط عليه. الناس تخلعوا وخرجوا كيقلبوا معاه، ومن بعد مده قصيره غادي يلقاوه كان كيتمشى وسط الربيع، ما كانش كيجري وما كانش خايف، كان غادي مقصد عارف راسو فين غادي مزيان. المهم رجعوه للدار وسولوه حسام فين كنتي غادي؟ هو هنا غيجاوبهم بكل برودة، غادي يقول لهم سمعتو كيعيط ليا. الناس قالوا يمكن مازال ناعس،
او لا يمكن حلم بشي حاجه. المهم ما عطاوش الامر اهميه كبيره، كل واحد مشى لدار. ولكن نهار اللي من بعد عاوتاني غيطرا نفس البلان. قبل الفجر بشويه حسام كيفيق وكيخرج من الدار، كيبدا غادي وسط الربيع حتى كيوصل لواحد البلاصه اللي مزروعه فيها الدر. كيقصد واحد البلاصه كيجلس فيها وكيبدا يبكي. وداك البكا ماشي بكا عادي ديال دري صغير، داك البكا بحال البكا ديال شي حد اللي مقهور ديال بصح. قوه ما بقى هادشي غير كيتعاود، ولا تمو غير كتفيق من النعاس وما كتلقاش، كتمشي نيشان لذاك البلاصه وكتجيب. وهو ما كيقاومش، كيرجع معاها عادي، ولكن كيبقى كيشوف داك البلاصه وكيبكي. من بعد اسبوع على هادشي ولاو الناس كينتبهوا لواحد الريحه غريبه خارجه من داك البلاصه اللي كيمشي ليها حسام. كانت الريحه ديال التراب مخلطه مع شي حاجه خانزه. واحد السيد قال للناس ديال الدوار بلي الدراري الصغار كيقدروا يحسوا بشي حوايج اللي حنا ما كنقدروش نحسوا بهم. المهم الناس ديال الدوار قرروا باش يتبعوه يبقاو حاضرين. الليله اللي من بعد تبعوه 7 ديال الرجال، شافوه غادي نيشان قاصد داك البلاصه اللي موالف كيمشي ليها بلا ما يوقف اولا حتى يشوف وراه. وصل لداك البلاصه، جلس وقرب وجهه للارض، قال شي هضره ومن بعد بدا كيبكي. النهار اللي من بعد بداو الناس ديال الدوار كيحفروا في داك البلاصه، ولكن حفروا غير شويه وما كملوش، حسوا براسهم غير كيخربقوا. ولكن النهار اللي من بعد والاول مره فاش غادي تبغي تجي مو باش ترجعوا للدار، غادي يدوي معاها وغادي يقول ليها خصكم ضروري تخرجوه باش يرتاح. الناس ديال الدوار فسموا هذا الشيء، مشاو نيشان وبداو كيحفروا في داك البلاصه. بقاو كيحفروا تماك حتى غتخرج واحد الريحه اللي غتخنقهم، وغادي يبان لهم في داك الحفره الحوايج ديال شي حد. فاش جبدوا داك الشيء لقاو العظام ديال بنادم تماك. الناس ديال الدوار تصدموا، جاو البوليس وخرجوا داك الشيء وبداو التحقيقات، ولكن ما قدروش يتعرفوا على الهويه ديال داك السيد اللي كان مدفون تماك. ولكن اللي غريب في هذه القصه هو ان حسام من ورا ما جبدوا داك الشيء رجع نورمال، ما بقاش كيخرج بالليل. وباقي كنعقل ان واحد الضابط كان سول حسام، قال له كيفاش حتى عرفتي باللي داك السيد مدفون تماك؟ جاوبوا حسام باللي هو اللي قال له، هو اللي كان محتاج ليه باش يعاونه. ومن ذاك النهار الناس ديال الدوار ما بقى حتى حد فيهم كيزعم يقرب لذاك البلاصه. كتقول مولات القصه واحد النهار كنا انا وولاد عمي كنلعبوا داك التحدي ديال تشارلي اللي كانوا الناس كاملين كيهضروا عليه وكيقولوا باللي كيخلع ويقدر يخرج لك شي جن اولا ما نعرف. المهم تصادف داك النهار اننا كنا مجموعين كاملين عند شداتي، وقبل الغدا بقينا كنلعبوا تحديات والعاب مختلفين باش ندوزوا الوقت. في واحد اللحظه قال لنا ولد خالتي الكبير اللي كان عنده 20 عام، اش بان لكم نديروا شي حاجه كتخلع شويه؟ قلنا ليه هي علاش لا. المهم بدينا كنقلبوا على شي تحديات مرعبه، ولقينا بزاف ديال الحوايج بحال لويجا، بلودي ماري، تشارلي وبزاف ديال الحوايج اخرين. ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت متوفره عندنا باش نلعبوها هي تشارلي. صافي دخلنا للطواليت ولعبناها تما، ولكن ما وقع والو كيف ما متوقع. ومن بعد قال لنا ولد خالتي حتى الليل ونعاودو نجربوها يمكن توقع شي حاجه. وداك الشيء اللي كان فاش وصل الليل عاودنا لعبناها مره اخرى، وحتى هاد المره ما وقع حتى حاجه. وفي ذاك الوقت كنت قالت لينا الوالده ديالي نمشيو نديو الماكله للفقيه. وباش تكونوا عارفين حنا راه ساكنين في الباديه، والطريق بالليل كتكون خاويه وكتخلع، وعاد الجامع كان بعيد شويه على الدار. المهم مشينا وصلنا الماكله للفقيه ورجعنا بحالنا. وحنا راجعين في الطريق قررنا باش نخلعوا ولد عمي الكبير. بدينا كاملين كنجريو دقه واحده بحال راه شفنا شي حاجه، وكان معنا حتى واحد ولد عمي اخر صغير. المهم كنا خليناه الله. فاش وصلنا للدار قلبنا على السيد ما لقيناش، رجعنا مباشره كنقلبوا عليه في الطريق اللي جينا منها، ولكن والو. سولنا عليه الفقيه، قلبنا عليه حدا الجامع، ولكن ما باش الاثار ديالو. رجعنا للدار سولنا العائله، ولكن والو حتى واحد ما شافو. في التالي مشينا كنقلبوا عليه في واحد الدار قديمه عندنا كنديروا فيها غير البهايم بحال البقر، الغنم، الدجاج. ولكن الصراحه كنا مأكدين بلي ما يمكنش يكون تماك، حيت كان مازال صغير عنده غير 10 سنين وكيخاف بزاف، ما غيمشيش لشي بلاصه خاويه بحال هادي. ولكن فاش دخلنا لقيناه تماك، كان مخبي في واحد البيت اللي كنديروا فيه العلف ديال البهايم. السيد كان الوجه ديالو صفر بحال مصدوم، كان غير فاتح عينو وساكت. المهم خرجناه من تماك وبدينا كنسولو فيه شنو وقع وكيفاش حتى وصلتي لهنا. وهو قال لنا هضره وحده وبدا كيعاود فيها، راها تبعاني وكتعيط عليا. حنا ما فهمنا والو، شكون هادي وعلاش كان كيهضر والخوف غالب عليه. من داك النهار ولد عمي غادي يتبدل بزاف، ولا كيخاف من بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش كيعطيهم اهميه من قبل. وحتى في الليل ما بقاش كينعس مزيان. والحدود اللحظه واخا دازو سنوات مازال ما كيبغيش يهضر على داكشي اللي وقع عليه. غير كنجبدوا ليه الموضوع كتبدل المزاج ديالو
وكيقلب الهضره. كتقول دعاء: كنت جالسه في الدار بوحدي حيت والديا كانوا خارجين، وكان داك الفتره هي الاخر ديال العام، وانا فضلت نبقى في الدار باش نراجع شويه ونوجد الامتحانات. في الاول كان كلشي عادي، حتى فجاه سمعت الضحكه ديال شي بنت، وداك الضحكه ما كانتش عاديه، كانت الضحكه اللي طويله بزاف، طويله بواحد الشكل غريب. انا في ديك الساعه نط من بلاصتي بالزربه وطلعت من الشارجه باش نشوف شكون كيضحك، بالخصوص اننا ساكنين في الحي الصناعي، يعني ما كاينش بنادم بزاف. قلت يمكن غير شي بنت دازت من قدام الدار وصافي، ولكن فاش طليت ما لقيت حتى احد. الدنيا كلها كانت ساكته. بقيت شويه وانا كنقنع راسي باللي يمكن غير تخيل داك الصوت، ولكن من بعد دقائق قليله سمعت الصوت ديال شي حاجه طاحت في الصالون. في داك اللحظه المستوى ديال الخلعه تزاد. نط باش نشوف شنو هادشي اللي طاح. وغير باش تكونوا عارفين، انا قبل هاد الوقت كنت كنلعب بواحد المونيكا، ومن بعد ما ساليت من اللعب حطيتها فوق واحد الكومه ديال اللحافات. ودابا رجعوا للحظه اللي سمعت فيها داك الصوت ومشيت للصالون باش نشوف شنو هادشي اللي طاح. الصدمه الكبيره هي انني فاش دخلت للصالون المونيكا ما كانش طايحه فوق الارض كما توقعت، وما كانش في البلاصه فين خليتها. المونيكا كانت جالسه فوق داك الكرسي، كانت جالسه بشكل طبيعي. واللي كثر من هادشي هو انني حسيت بها بحال كتشوف فيا، عينيها كانوا كيشوفوا فيا مباشره. في داك اللحظه حرفيا طاح فيا النص. مشيت كنجري لبيتي وسديت عليه، وبقيت كنتسنى حتى يرجعوا والديا. ومن بعد ما رجعوا وعاودت ليهم هادشي اللي وقع معايا، طبعا ما تاقوش بيا. طلبت منهم غير طلب واحد: عافاكم لوحوا داك المونيكا. ما بقيتش بغيتها، ولكن في بلاصه هادشي هما شدوها ومشاو خباوها في شي بلاصه. وداك المونيكا مازال عندي الى يومنا هذا، واخا هاد القصه داز عليها سنين. وكاين واحد التفصيل اخر اللي يمكن يكون مهم. انا كنت شريت داك المونيكا من القديم من عند واحد خونا اللي كنظن انه كيجيب السلعه ديالو من امريكا. من داك النهار عمرو وقع معايا شي بلان في الشكل، ولكن فين ما كنشوف داك المونيكا كنتفكر داكشي اللي داز عليا. بزاف ديال الاسئله كيدوروا في راسي، ولكن ما لقيتش ليهم تفسير. شنو الراي ديالكم؟ كتقول من هاد القصه: من صغري وانا كنسمع اصوات غريبه في الدار. مره كنسمع شي حاجه كتقرقاب، مره كنحس بشي حد كيتنفس حدايا. في الاول هادشي كان ديما كيفيقني، وفاش كنبغي نرجع للناس ما كنقدرش، وكنبقى على الضوء حتى كيطلع الصباح. مع الوقت ولات الوالده كتنعس معايا، حيت صافي النعاس بالنسبه ليا ولا واحد الحاجه اللي صعيبه بزاف. فاش ولات كتنعس معايا الوالده الامور ولات عاديه شويه، ولكن من بعد مده قصيره غيطرا معايا هادشي اللي غنعاود ليكم. في داك الليله كنت ناعسه عادي غارقه في الناس، حتى حسيت بشي حاجه فيقاتني. ملي فتحت عيني لقيت بلي الوساده اللي كنت ناعسه عليها ما بقاتش تحت راسي. بقيت شويه وانا كنحاول نفهم شنو واقع. بقيت كنشوف على الوساده فين كاينه، عندها تكون طاحت في الارض. وفي داك اللحظه اللي غندور راسي غادي نشوف واحد الحاجه كحله وطويله ناعسه فوق الارض. بقيت كنشوف فيها وانا ما متيقش عيني. قلت يمكن غير الوالد دخل باش ينعس معانا. شديت التليفون ديالي وشعلت الفلاش باش نضوي ونشوف شنو داكشي اللي ناعس في الارض. ولكن فاش شعلته ويبان لي داك المخلوق المرعب كيقرب مني شويه بشويه. في داك اللحظه طلقت واحد الغوته بالجهد. نوضت الوالده وهي مخلوعه، مشات في الزربه شعلات الضوء. فاش دورت راسي نشوف في داكشي اللي كان جاي قاصدني لقيتو اختفى. ولكن الوساده كانت مازال في الارض، وباين فيها بوضوح باللي شي راس كبير كان ناعس عليها. شاورت الوالده على هذا الشيء، طبعا ما تعقدش بيا، ولكن بغات دير ليا خاطري. نضت حلات الباب وبقات كتشوف وكتقلب في البيت. المهم في داك الليله خلينا الضوء شاعل حتى الصباح. نهار اللي من بعد ما وقعت حتى حاجه، ولكن من بعد رجعت الامور الغريبه عاوتاني. في واحد المره كنت كنتمشى في الدار، طلعت البيت ديال الوالده باش نهز التليفون ديالي. غير دخلت للبيت وهزيت التليفون في يدي، حتى فجاه غادي نسمع واحد الصوت ديال التخرشيش. كان بحال التخرشيش ديال بزاف ديال الميكات. داك الصوت كان مجهد بزاف. في داك اللحظه غوت حتى جاو عندي والديا باش يشوفوا شنو واقع. قلبنا في البيت كامل ولكن ما لقينا حتى حاجه. من بعد هادشي ولا كل نهار تقريبا كطرى معايا شي حاجه غريبه. ديما كنسمع شي اصوات غريبه اللي ما كنقدرش نفسرها، وهادشي مازال كيطرى معايا الى يومنا هذا. داكشي بقى مستمر واخا بدلت البيت، وليت كنعس في بيت اخر. واللي غريب هو ان هادشي كيطرى معايا غير بوحدي، وعاد زيد عليها هذه مده طويله وانا كنحلم بنفس الحلم تقريبا لمده عامين، من 2024 حتى 2026. في كل مره كنشوف واحد المخلوق تابعني وكيكون هاز في يدو واحد المقدم، وداك المخلوق كيكون الشكل ديالو كيخلع كيكون طويل بزاف. وكاين حتى واحد الموقف اخر كنت نسيته. في واحد الليله خرجت من بيتي باش نمشي نشرب، حتى غادي نحس بشي حاجه ضربتني لظهري. انا في داك اللحظه بقيت غير واقفه مصدوم، ولكن اللي كيخلع ديال بصح هو فاش غادي نلقى لا طراس ديال الضرب في ظهري.
ومازال الى يومنا هذا كنحاول نتعايش مع هذا الوضع. سميتي امين والعمر ديالي هو 14 عام. قررنا انا وعائلتي باش نمشيو عند جدي في العروبيه ندوزو معاه العطله. المهم فاش وصلنا ونزلنا حوايجنا وستفنا كل حاجه في بلاصتها، خرجت انا باش نتمشى شويه ونشوف الاجواء ديال المنطقه. المهم كنت جالس في واحد الحجره ما بيا ما عليا، حتى غيجي عندي واحد الدري اللي تقريبا كان في نفس العمر ديالي. المهم سلم عليا، سلمت عليه وسولني، قال لي واش يلاه جيتي لهنا؟ قلت ليه باش عرفتيها؟ قال لي حيت اول مره نشوفك وانا كنعرف الناس ديال الدوار كاملين. قلت ليه ايوا شنو بغيتي؟ قال لي شنو بان لك نكونوا صحاب وتجي عندي هاد الليله تعشى معايا، نرحب بك بحكم انك جديد معنا في الدوار. المهم حسن الضيافه وداك الشيء. انا الصراحه جاني هاد الشيء غريب، ولكن قلت ليه واخا علاش لا، انا نقولها لوالديا. وهو جاوبني بالزربه، قال لي لا ما كاين لاش تعلمهم، حنا اصلا ما غنتعطلوش بزاف، غير واحد الساعه ولا ساعتين ومن بعد تقدر ترجع في حالك. المهم كنا دايرين باش نتلاقاو في العشيه. فاش وصل الوقت ومشيت للبلاصه اللي كنا متفاهمين عليها، فاش غادي نلاحظ واحد الحاجه اللي غريبه، هو انه ما كيتمشاش بحال الناس العاديين. كتحس به بحال ما كيتمشاش على الارض، بحال مهزوز شويه. انا الصراحه في داك اللحظه ما عرفتش شنو وقع لي، ما عطيتش هذا الشيء اهميه كبيره. المهم بقينا غاديين كنتمشاو حتى وصلنا للدار ديالهم، وفي داك الوقيته كان صافي الشمس غربات والليل بدا كيطيح. الشكل ديال داك الدار كان غريب، كتبان داك الدار بلي قديمه بزاف. المهم غير غادي نوقفوا قدام الباب غادي يتحل بوحدو. المهم من بعد ما دخلنا قال لي بلي الضو راه مقطوع، ولكن كان داخل شويه ديال الضو من برا، فكنا كنقدروا نشوفوا شويه. المهم من بعد شويه غادي يجيو واحد الشيوخ اللي كانوا هما والديه. الام ديالو غادي تسولو، قلت له واش هاد الدري هو اللي عاودتي لنا عليه؟ قال لي هو هذا. انا في هاد اللحظه غرضت البال لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف. عينيهم كانوا كبار وكاملين كحلين، ولكن الحاجه اللي صدمتني ديال بصح هي فاش شفت في رجليهم ما كانوش ديال بنادم، كانوا رجلين ديال الحيوانات، كان عندهم الحافر. في ذاك اللحظه عرفت باللي طحت في واحد المشكله اللي كبيره بزاف، وبديت كنفكر كيفاش نقدر نخرج من هنا سالم. بديت كنفكر في اي عذر اللي يخليني نهرب منه. قلت لهم بغيت نمشي للطواليت، ولكن جاوبوني وقالوا لي بلاتي حتى تعشاو من بعد سير، حيت ما كانش عندهم طواليت في الدار. قلت لهم صافي واخا. المهم داك الام ناضت باش تجيب لينا العشاء، وانا غادي نلاحظ باللي حتى هي بحال ولدها، حتى هي فاش كتمشى ما كتقش الارض، كتكون بحال شويه مهزوزه على الارض. المهم مشات وجابت العشاء وحطاتو قدامنا. كانت اول مره في حياتي نشوف شي ماكله بحال هادي. كانت عباره على اللحم، ولكن داك اللحم الشكل ديالو كان غريب. وحطات لينا حتى واحد الكيسان باش نشربوه، ولكن الكولور ديال داك الشيء كان كيشبه الكولور ديال الدم. انا في داك اللحظه بقيت غير كنشوف، وهما بقاو حاضيني وكيتسناوني ناكل. انا عرفت راسي باللي الا دق داك الماكله غتوقع ليا شي حاجه. هضرات معايا داك الام وقالت لي شنو كتسنى، يلا بدا تاكل. انا في داك اللحظه بديت كنقرا القران في نفسي، وغمضت عيني بالخلعه. بقيت كنقرا القران حتى غيبت، وملي فتحت عيني لقيت راسي في السبيطار ووالديا قدامي. المهم من بعد غادي نعرف من جدي باللي داك الدار راها مهجوره مش شحال هادي، وحتى واحد في الدوار ما كيزعم يدخل ليها بالليل. وعاد زاد قال لي باللي داير عليها الهضره في المنطقه، وكيقولوا باللي كيسمعوا فيها شي اصوات غريبه بالليل، شي هضره اللي ما مفهوماش. وهذه كانت هي القصه الاخرى اللي عندنا في هذا الفيديو. الا عجبكم هذا الستيل ديال الفيديوهات قولوها لي في التعليقات باش ندير لكم الجزء الثاني. واي واحد عنده شي قصه مرعبه طرات معاه اولا طرات مع شي واحد اللي كيعرفو خليها لي في التعليقات، اولا من الافضل يدوز عندي الانستغرام. وهنا غنقول لكم تهلاو في راسكم، نتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.